في زاوية مظلمة من تاريخ أمريكا كان في وحش ماشي بين الناس من غير ما حد ياخد باله منه. وحش حرفياً مش بيسيب أثر غير وشوش ضحاياه اللي اختفوا فجأة من الدنيا دي. اسمه ممكن يكون مش مشهور زي تيد باندي وجون وين، ولكن جرايمه كسرت كل الأرقام في أمريكا. اسم القاتل ده صامويل ليتل. الراجل ده مش مجرد قاتل متسلسل، ده أخطر سفاح في تاريخ أمريكا كله. 93 روح بريئة اتسحب منهم النفس الأخير على إيد السفاح والمجرم ده. معظمهم ستات ضعاف مش لاقيين حد يحميهم، ومع ذلك كان بيتجول حر طليق لسنوات طويلة جدا، كأنه شبح أو كابوس محدش قادر يصحى منه. تخيل إنك تعيش عمرك كله في بلد بتقول إن هي أقوى قوة في العالم، ومع ذلك واحد زي صامويل ليتل يفضل يقتل فيها من السبعينات لحد أوائل الألفينات ومن غير ما يتقبض عليه أو يتوصلوا ليه. أنا محمد موافي وأنت دلوقتي بتتفرج على كريمنال بالعربي. صامويل ليتل اتولد في ولاية جورجيا، ده كان في سنة 1940، وبعدها بفترة قصيرة اتنقل مع عيلته لولاية أوهايو. هناك كان عايش طفولة صعبة مادياً، وكمان كان عنده مشاكل كتيرة جدا في المدرسة، ومع الوقت ابتدى يمشي في طريق الجريمة بخطوات صغيرة لحد ما اتقبض عليه أول مرة، وده كان في سنة 1956، وده كان في ولاية نبراسكا بتهمة سرقة واقتحام. صامويل ليتل يعتبر أخطر قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا على الإطلاق، مع إن ناس قليلة جدا اللي سمعوا وعرفوا عن قصته المرعبة دي أو حتى يعرفوا اسمه أساساً. صامويل ليتل اعترف إنه قتل 93 روح في ولايات مختلفة في أمريكا، وده كان ما بين 1970 لحد سنة 2005. مع مرور السنين الجرائم بتاعته بقت أخطر وأعنف. كان بيسافر وبيتنقل ما بين 10 ولايات أمريكية، واتقبض عليه أكتر من مرة بتهم مختلفة: سرقة محلات واعتداء واغتصاب واحتيال. ما عداش وقت طويل لحد ما القتل دخل على قائمة الجرائم بتاعته كمان. ليتل صرح وقال إنه ابتدى القتل من أوائل السبعينيات، ولكن أول مرة اتقبض عليه بتهمة قتل كانت سنة 1982 في ولاية ميسيسيبي، وبالرغم من كده ما كانش فيه أدلة كافية إن هم يدينوه بيها. في نفس الفترة اتقبض عليه مرة تانية في ولاية فلوريدا، وده كان بسبب جريمة قتل مختلفة تماما، ولكن بعد شوية اتحكم بالبراءة بتاعته وخرج مرة تانية. بعدها صامويل ليتل نقل نفسه لكاليفورنيا، وبعدها ابتدت فعلياً أكتر فترة دموية في تاريخ صامويل ليتل. الضحايا بتوعه كانوا في الغالب ستات في أوضاع ضعيفة في المجتمع، يا إما بيمارسوا الدعارة يا إما مدمنين مخدرات. للأسف ما كانوش مدركين حجم الخطر اللي جاي في طريقهم. الإدمان بتاعهم كان بيخلي الموت بتاعهم يتفسر بسهولة: جرعة زيادة من المخدرات أو حادثة طبيعية. صامويل ليتل اللي كان ملاكم قبل كده كان عنده أسلوب واحد في القتل: يضرب الضحايا بتوعه لحد ما يفقدوا الوعي وبعدين يخنقهم ويموت، والجثث كان بيتخلص منها وبيرميها في أي حتة يلاقيها، سواء كان شارع جانبي أو صندوق زبالة أو جراج. واللي كان صادم هنا مش بس عدد الضحايا، ولكن كان الوقت الطويل اللي أخدته الشرطة علشان تقبض عليه. تخيل إن صامويل ليتل ابتدى يقتل في أول سنة من حكم ريتشارد نيكسون، وما تمسكش غير في الفترة الثانية من حكم الرئيس باراك أوباما. كان في شكوك حواليه كتير في الفترة دي، ولكن الشرطة ما قدرتش تثبت ضده أي شيء، لأن ما فيش طعنات أو طلقات أو أي شيء أدلة مادية ملموسة تقدر إن هي تدينه. كتير من حالات الموت بتاعته واللي قتلهم اتسجلت حوادث موت عادية أو طبيعية، ممكن تكون جرعة مخدرات زيادة أو وفاة طبيعية. مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد ده في تقرير نشره سنة 2018. سلسلة جرائم صامويل ليتل ما وقفتش غير في سبتمبر 2012. وقتها واحد من الضباط لاحظ مذكرة قضائية تخص قضايا مخدرات باسم صامويل ليتل، وبعدين بدأوا يدوروا على ليتل ولقوه في ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي، ومن هنا رحلوه على لوس أنجلوس، وهناك أخدوا منه عينات DNA. والصدمة هنا إن هي تطابقت مع 3 جرائم قتل ل3 ستات من سنة 1987 لحد سنة 1989، والجرائم دي ما كانتش لسه اتحلت أو اتقفلت. ليتل أنكر ال3 تهم للجرائم دي، حتى مع وجود شهادات ستات نجحوا إن هم يهربوا منه وينجوا بحياتهم. ليتل اللي كان كل همه إن هو يتنقل لسجن تاني، هنا بقى ظهر برنامج مكتب التحقيقات الفيدرالي لملاحقة المجرمين شديد الخطورة والعنيفين، واللي معروف باسم فاي كاب. ساعتها ليتل وضح عليه إن هو عنده معلومات عن جريمة قتل في أوديسا في تكساس،
والموضوع هنا لفت انتباه المحقق جيمس هولاند، ومعاه محللين جرائم برنامج الفاي كاب، فقرروا يقربوا منه هنا بغرض ادينا شوية معلومات واحنا هننقلك على السجن اللي انت عايزه. واتضح ان ليتل كان متحمس جدا للكلام ده، وبعد ما مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع شرطة تكساس قدروا ان هم يأكدوا 50 جريمة من اللي اعترف بيهم. وهنا بالتحديد رسمياً صامويل ليتل بقى أكبر قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا كلها، متفوق على باندي وجيسي وغيرهم. واللي كان صادم أكتر من كده إن السلطات قدرت إن هي فعلاً تأكد الجرائم دي بفضل الرسومات اللي ليتل رسمها للضحايا بتوعه من الذاكرة بتاعته. ولكن لسه في عشرات القضايا اللي لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي، ولكن الرسومات دي ساعدت إن هي تفتح وتحل قضايا كتيرة جداً كانت باردة ومقفولة. ومع مرور الوقت ممكن يوصل عدد ضحايا صامويل ليتل لأرقام مهولة. في خلال المقابلة اللي حصلت في مايو، ليتل ابتدى يحكي عن كل مدينة في كل ولاية هو راحها، واعترف لجيمس هولاند عن عدد الناس اللي قتلهم في كل ولاية. كريستينا بلاتزولو محللة الجرائم من FBI صرحت وقالت إن ليتل عنده ضحية في جاكسون في ولاية ميسيسيبي، وضحية تانية في سنسيناتي في أوهايو، و3 ضحايا تانيين في فينيكس في أريزونا، وضحية تانية في لاس فيغاس في نيفادا. بوبي بلاند المدعي العام في مقاطعة إكتور أكد إن صامويل ليتل ساعد السلطات بشكل جدي ومباشر لعدة شهور، وفي النهاية اعترف إن هو قتل حوالي 90 ضحية من سواحل كاليفورنيا لحد صحاري نيو مكسيكو، ومن نص وجنوب فلوريدا مرورا لحد واشنطن العاصمة. وكل ده ما بين سنة 1970 لحد سنة 2005. لحد دلوقتي تم التأكيد من 50 اعتراف و50 ضحية، وده وفر شوية إجابات لعائلات الضحايا، ولكن لسه في اعترافات تانية كتير تحت المراجعة. وبالرغم من كده حتى لو الاعترافات التانية ما تمش تأكيدها رسميا كده، صامويل ليتل هو أعلى قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا كله، وبفضل التعاون بتاعه ممكن يتأكدوا من باقي الجرائم في المستقبل. بوبي بلاند صرح وقال مرة تانية إن في تعاون كبير جدا بين أجهزة إنفاذ القانون في كل الولايات وما بين شرطة تكساس اللي لسه شغالة على مراجعة باقي الاعترافات لباقي جرائم القتل بتاعة صامويل ليتل. ليتل كان دايما يحكي عن كل حاجة عن الجرائم بتاعته، وبحسب كلام كريستينا بلاتزولو اعترف حتى بعربية الهروب اللي كان بيسوقها والأماكن اللي كان بيهرب فيها والناس اللي كان بيقابلهم خلال المرحلة بتاعة القتل بتاعته. والذاكرة بتاعته كانت هنا قوية جدا ومباشرة. حتى الرسومات اللي عملها للضحايا بتوعه بقت دليل عملي حقيقي للمحققين اللي بيحاولوا يقفلوا ملفات جرائم قتل ما اتحلتش من سنين كبيرة. صامويل ليتل ممكن ما يكونش فاكر التواريخ بالظبط، ولكن قدرته على إنه يفتكر وشوش الستات اللي قتلهم كانت عظيمة جدا وواضحة وصريحة ومباشرة، لدرجة إن أهلهم وأصحابهم قدروا يتعرفوا على الضحايا دي من الصور دي. وبما إن أغلب جرائم ليتل ما كانتش محلولة أو حتى معروفة وقت ما كان مقبوض عليه، ولكن في 2014 المحكمة هنا أدانته رسمياً واتحكم عليه ب3 مؤبد ورا بعض، وده يعتبر ولا حاجة مقارنة بالمدة الكبيرة اللي كان ممكن ياخدها لو كل الجرائم بتاعته اتعرضت قدام المحكمة واتثبتت. ولكن بعد كده تفاصيل جرائم صامويل ليتل بدأت تظهر بشكل عمره ما حصل قبل كده. لحسن الحظ هنا شرطة لوس أنجلوس قررت تشارك عينات الDNA الخاصة بصامويل ليتل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وده سمح لبرنامج الفاي كاب إنه يتتبع العينات دي. وقتها طلع تطابق مرة تانية ما بين الDNA بتاعه وجريمة قتل كانت حصلت لواحدة اسمها دينيس كريستي، ودي كانت اتخنقت واترمت جثتها في جراج فاضي، وده كان موجود في مدينة أوديسا في ولاية تكساس بالتحديد في شهر يناير سنة 1994. التطابق ده فتح باب تعاون ضخم جدا ما بين FBI وشرطة تكساس. المدعي العام بوبي بلاند صرح مرة تانية وقال إن صامويل ليتل قدم لهم تفاصيل دقيقة جدا لدرجة إن مفيش حد غير القاتل الحقيقي هو اللي ممكن يكون عارفها. وهنا اتوجهت له تهمة قتل رسمية قدام هيئة محلفين كبرى، وده كان بتاريخ 16 يوليو سنة 2018. وبعدها صامويل ليتل اتنقل لتكساس عشان يواجه القضايا الجديدة واعترف بيها المرة دي، وكمان أخذ مؤبد زيادة. وفي ديسمبر سنة 2018 برنامج الفاي كاب ومعاه كارولين نان، ودي من مختبر الأدلة الجنائية في تكساس، لقوا تطابق جديد ما بين صامويل ليتل وجريمة قتل جديدة باسم ليندا سو، ودي كانت شابة صغيرة عندها 23 سنة. لقوا جثتها مرمية في حقل يوم 15 مايو سنة 1981. آخر مرة شافوها فيها كانت رايحة نادي ليلي، وده كان في مدينة بولينج جرين. وبعد التحقيق هيئة المحلفين في مقاطعة وورن في ولاية كنتاكي وجهت له تهمة القتل في القضية دي كمان. وكمان تم تأكيد ارتباط صامويل ليتل
بموت ست تانية في مدينة اسمها نوكسفيل. الست دي كان اسمها مارتا كانينغهام، وكانوا فاكرين زمان إن هي توفت لأسباب طبيعية. ال FBI هنا نزل فيديو لاعتراف صامويل ليتل نفسه، والمرة دي كان عن ضحية في فلوريدا، جريمة قتل كان عملها سنة 1972، والضحية كان اسمها ماريان. ومع استمرار الاعترافات بتاعته اللي حرفيا ما كانتش بتقف، عدد الضحايا اللي اتأكدوا رسميا ابتدى يعلى ويعلى. وفي شهر أكتوبر سنة 2019 ال FBI أعلن وصرح رسميا إن صامويل ليتل هو أعلى قاتل متسلسل في تاريخ أمريكا. ليتل اتحكم عليه ب50 جريمة قتل مؤكدة، ولسه حوالي 40 قضية تانية قيد التحقيق. يعني الراجل ده تخطى قتلة مشهورين جدا خلاص، محفورين في ذاكرة أمريكا، وممكن القضايا ال40 الباقيين يتقفلوا مع الوقت. كريستينا بلاتزولو من برنامج الفاي كاب صرحت وقالت لسنين طويلة صامويل ليتل كان فاكر إنه مش هيتقبض عليه، لأنه شايف إن محدش مهتم بالضحايا دي، لكن ال FBI شايف إن المهم إن إحنا نحقق العدالة لكل ضحية ويقفل كل قضية يقدر يوصل لها. وفي نفس الوقت ده مكتب التحقيقات الفيدرالي نزل فيديو فيه اعترافات مرعبة لليتل ورسومات للضحايا بتوعه، على أمل إن حد يعرف الستات دول ويتعرف عليهم. وال FBI بيأمل إن اعترافاته تساعد إنها تدي إجابات للأسر أصحاب القضايا اللي لسه ما اتقفلتش واللي اتدمروا بسبب الجرائم البشعة بتاعت صامويل ليتل من سنين. في النهاية صامويل ليتل مات في الزنزانة بتاعته وهو عنده 80 سنة. مات بجسده، لكن ذكرياته وجرايمه فضلت عايشة. رسوماته للوشوش بتاع الضحايا بتوعه لسه بتطارد المحققين، ولسه في أسر كتيرة مستنية كلمة إغلاق على ملفات بنات راحوا ضحايا من سنين. يمكن النهاية جت متأخرة، ويمكن العدالة عمرها ما رجعت الأرواح اللي اتسلبت، ولكن الحقيقة اللي ما ينفعش إننا نهرب منها إن صامويل ليتل مش مجرد مجرم، ده تجسيد لأبشع كابوس ممكن يعيشه أي مجتمع. قاتل متسلسل قدر إن هو يكون حر طليق لسنوات طويلة جدا، واللي بيفكرنا إن الشر ساعات بيستخبى في وشاش الناس العاديين لحد ما يجي اليوم اللي يتكشفوا فيه. وصوت السؤال دايما بيفضل عالي، كم ضحية كمان لسه الملف بتاعهم ما اتقفلش؟ وهل لسه في وحوش تانية لسه عايشة حوالينا دلوقتي واحنا مش واخدين بالنا؟ وبكده نكون ختمنا قصة صامويل ليتل. انت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية، وسيب لنا رأيك في كومنت عن الحلقة دي، أو لو حابب ان انت تقترح لينا قصة معينة وحابب ان احنا نتكلم عنها سيب لنا تعليق في الكومنتس. شكرا ليكم.